واحدة بتقول ببقى راكبة مع أخويا العربية، بيبقى ماشي على آخر سرعة وبيشغل الأغاني بإيد، وبيبقى ماسك العصير بالإيد التانية، وبيجيب علبة المناديل من الكرسي اللي ورا، وفي الآخر بيبصلي ويقول لي انت ساكتة ليه؟ بقول له أبدا، بفكر هيصلوا علينا صلاة الجنازة في أنهي جامع. واحد بيسأل مراته بيقول لها انت اسمك جميلة بس انت مش جميلة ولا حاجة. قالت له زي أختك اسمها طهرة وهي ما بتستحماش. واحد محشش حلم انه بيتضرب في الحلم، لما صحي راح جاب صحابه واخواته وقرايبه وقال لهم يلا ننام بسرعة علشان نلحقهم. واحد اتقدم لواحدة فبتقول له انا مهري 1,000,000 جنيه. قال لها ليه يعني؟ دي سندريلا كان مهرها جزمة. قالت له ما كان مهرها جزمة علشان متجوزة امير، انما انا مهري 1,000,000 جنيه علشان هتجوز جزمة. واحد بيقول بعد 10 سنين غربة رجعت بلدي، وأول ما وصلت حطيت الشنطة ونزلت بوسط تراب بلدي. أول ما قمت ملقتش الشنطة. تفتكروا اسم البلد دي ايه؟ واحد بيقول لمراته من حق المرأة إن هي ترفض الإنجاب علشان تحافظ على جمالها. قالت له يا ريت أمك كانت حافظت على جمالها. واحد كاتب على الفيس انا اللي بيغيظني في الافلام ان انت تلاقي واحد مضروب طلقة في رجله وبيفضل ماشي بتاع ساعة، انما انا لو رجلي اتخبطت في سن الترابيزة ممكن يجيلي شلل ساعتين 3. واحد ومراته متخانقين وكل ما بيقعدوا في البيت مع بعض بيتخانقوا اكتر، فالمهم طلعوا يتمشوا مع بعض بالعربية شوية علشان يغيروا جو، وهم ماشيين شافوا عربية فيها قرود، فالراجل بيقول لمراته تعرفيهم؟ قالت له اه قرايب جوزي. واحد فشار قاعد بيفشر على عيلته فبيقول لهم من 40 سنة كنا بننزل تحت المية وبنقعد باليومين 3. فواحد من العيلة بيقول له ازاي؟ طيب والاكسجين كنتوا بتعملوا فيه ايه؟ قال له يا جدع ما كانش فيه اكسجين وما كانش فيه الكلام ده، اتقوا الله. واحد بيقول لمراته اوصفي ثقتك فيا. قالت له زي اللبن لما بيكون فوق النار وافضل مراقباه واول ما بديله ظهري بيقوم فاير. واحد كداب بيقول لصاحبه المحشش انا يوم الجمعة عربية خبطتني ودماغي اتخلعت وخدوني على الصيدلية ولزقوها لي ورجعت احسن من الاول. صاحبه المحشش بصله كده قال له انت كداب علشان ما فيش صيدلية بتفتح يوم الجمعة. بيقول لك استاذ بيشرح لطلبة اغبياء جدا، ففي اخر الحصة طالب رفع ايده، فالمدرس فرح جدا ان في حد هيسأله حاجة فقال له اتفضل. راح الطالب بيسأل الأستاذ قال له أنت بتشتغل إيه؟ واحدة كانت شاكة في جوزها إنه متجوز عليها وشاكة في واحدة معينة، فسألت صاحبتها أعرف إزاي؟ قالت لها خديه وعدي من قدام بيتها ولو التليفون بتاعه لقط الواي فاي يبقى متجوزها. بيقولك الشيطان قاعد في الأرض وقال مش هتحرك إلا لما أعرف جابتها منين. بيقولك مرة أب بيلعب مع بنته قدام مراته فبيقول لها مين حبيبة بابا؟ قالت له طنط أمل جارتنا. بنت كانت ماشية في نص الليل وكانت مجبورة تمشي جنب المقابر وكانت خايفة جدا، شافت شاب ماشي بعيد فراحت مشيت وراه، فجأة سمعت صوت غريب فخافت وراحت ماسكة في ايده، فراح بصلها كده قالت له اعذرني بس انا خايفة من المقابر. راح بصلها كده وضحك قال لها انا كمان كنت بخاف من المقابر قبل ما اموت.